من أطيب نكهات الطفولة كانت عندي العجة، وأول ما عرفت إنه عندي سيلياك فكرت إنه يمكن انحرمت منها، بس رجعت جربتها بطريقتي الخالية من الجلوتين وطلعت طيبة كتير. هيدي وصفتي الآمنة والبسيطة، وأهم شي إنها بتشبه طعم الأيام الحلوة. أنا داليا بعمل وصفات خاصة لمرضى السيلياك، بتمنى دعمكم بلايك وتشير وتشتركوا بالقناة. أول شي برشت البطاطا والكوسة، وإذا طلع عليهم مي عصروهم وشيلوا تخلصوا من المي الزايد. ورجعت حطيت عليهم بصل أخضر مقطع ونعنع أخضر فريش، فيكم تستبدلوه بالبقدونس. وحطيت عليهم البهارات هن بابريكا وملح ورشة بهار أسود. ورجعت حطيت لهم 5 بيض، ولكل بيضة أنا بحط معلقة كبيرة من الطحين، أكيد الطحين الخالي من الجلوتين. وخفقت البيض كتير منيح، حطيت على مزيج الخضرة وخفقتهم كتير منيح مع بعضهم، وحطيت عليهم الطحين. وآخر شي حطيت معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، هيدي المرحلة بنحطها قبل القلي. وحركتهم كتير منيح مع بعض، وحطيت زيت نباتي. وبس حمي منيح حطيت قدر معلقة لحتى تعطيني قرص مرتب. وطلعت نتيجة كتير طيبة، بتمنى انكم تجربوها وتقولولي بالكومنت اذا عجبتكم، وتشاركوني رأيكم، وألف صحة.